الموضوع النهاردة ولا هو رعب ولا هو كوميدي. باختصار موضوعنا النهاردة أقل ما يقال عليه مثير، بس لأي درجة دي بقى انت تحددها في الكومنتات تحت يا خبير. أعمال درامية يمكن على الأقل شفت منها حاجة، واللي مشترك بينهم صوت الطبول. الزار أكيد إجابة متوقعة بالنسبة لك لأنها عنوان الفيديو، بس الحاجة اللي ما اتقالتش في العنوان إن عندنا قصة مفصلة عن الزار. يلا بينا نبدأ. أنا مها قمر الدين، عمري حاليا 25 سنة. أول مرة ليا في الزار كانت وأنا عندي 12 سنة. كان إحساس غريب ما بين الخوف والسعادة بالدقة والطبول. أول معلومة ليا عرفتها إنه ما كانش اسمه زار، ده كان فرح للتعيسة، وأكيد مش هنقول تعيسة، بس سميناها روح نسبة لاسم زار، وهو ديجار المشتقة من جار آلهة الكوشيين، واللي فيما معناه الروح الشريرة اللي في الإنسان. وكنا بنسمي اللي جاي يعمل زار الست روح. وزي ما معظم الناس عارفوا الزار، فزار جه من زيارة الجن، والمعنى التاني زائر النحس، وده المعنى المندرج عندنا. أمي كانت بتجمع مجموعة من البخور المختلفة لأن كل جن ليه ريحة معينة. ده كمان لما بيجيلنا ناس من بلاد بره كان اللبس ونظام الحفلة شبه بيتغير. يعني مثلا لو عندنا الزار لواحدة من دول الخليج العربي فكنا بنهتم أكتر بالموسيقى والأغاني، وأساسي يكون في آلة الدف اللي هي السمسمية. أما بقى لو حفلة الزار سودانية أو خيوط زي ما بيقولوها بالعامية، هيكون ليه أركان أساسية زي شخصية الزار، وده بيكون شيخ الزار ومعاه مساعدين ونائبه بينظموا الحفلة، والأهم إنهم يحافظوا على نار البخور تفضل شغالة. وفي شخصية الدجيبة اللي بتخدم الحضور، وشخصية حبوبة الكانون الطباخة، وعندهم العازفين اسمهم بنات العدة، وأخيرا شخصية المزيورة أو الممسوسة. معرفش مين هيقرأ الكلام ده، بس أحب أوضح إن فيه فرق بين الممسوسة والملبوسة. المس بيكون لوقت صغير جدا ويعتبر أول ما تذكر الله هيروح، أما التلبيس بتكون مرحلة أعلى شوية لأن ساعتها الجن بيسيطر على الإنسان. وكانت طلبات الناس ثابتة، يا إما عايزة تتجوز أو تخلف أو فيها مرض يعبها، وفي اللي بتكون شاكة إنها محسودة أو مسحورة. لكن أغرب حاجة سمعتها إن كان في ناس بتيجي علشان تتخلص من جنية أم الصبيان، وكان سبب معرفتهم بيهم إن الست كانت بتخلف الأول طفل ويعيش، وبعدها بتخلف طفل تاني ويموت، وكده هي مصابة بأم الصبيان. نيجي بقى للمهم. حفلة الزار كان في منها 3 أنواع. النوع الأول حلقة الزار الأسبوعية، ودي لرضا واحترام الأسياد، وكان في ناس ثابتة في أغلب الوقت بيجوا يحضروا علشان فاكرين إن كده مشاكلهم هتتحل. أما النوع التاني حلقة الزار الكبيرة، ودي هشرحها بالتفاصيل كمان شوية. النوع التالت حلقة الزار الموسمي، وبالأخص في شهر رجب، وهدفها زي النوع الأول بس دي لكل الأسياد المعروفة، وترحيبا بيهم بتدق الفرقة على الدف والطبل بإيقاع معين. ما كل واحد فيهم بيحب موسيقى معينة. وكان في الأغلب بيتعمل حلقة زار كبيرة بتبدأ لما الست روح بتيجي تغير لبسها وتلبس أبيض فأبيض، حتى على دماغها بيكون في زي طرحة مربطة وفيها بقى شوية حاجات كده هي تبان اكسسوارات، بس سمعت إنها بتساعد على خروج الجن. ولبس أمي اللي هي الكودية شيخة الزار كان يعتبر ثابت، بس لما جات لنا بنت سودانية علشان تعمل الزار ساعتها لبس الست روح اختلف، أو زي ما بيقولوا عليها لولا، يعني بنت باللغة النوبية. كان عبارة عن ملاية سودانية كبيرة مزينة مربعات سودا وبيضة، وطاقية مشغولة ومزركشة بالخرز والأصداف الملونة، وحزام وصل عرضه ل 12 سنتيمتر، وعقد مشغول بالخرز والصدف، وخلخال وأساور. أنا اللبس ده بالذات فاكراه بالتفاصيل علشان طلباته كانت كتير وتعبنا عقبال ما جهزناه. استكمالا لبقية حلقة الزار الكبيرة، بعد الإضاءة الخافتة بيولعوا بخور ويبخروا كل اللي قاعدين، وكان في ناس منهم من كتر ما عجبهم البخور كانوا بيجيبوا الريحة على وشهم. وفي وقت ما بيبدأ صوت الطبل والدقة خفيف لحد ما بيعلى تدريجيا، وده طبعا وأمي شيخة الزار بتحاول تفك أو تعلم الست روح تتحرك ازاي على الإيقاع، زي الدوران والحركة في خطوط مع شوية تمايل، لحد ما توصل لمرحلة إنها تحلم ولا هي حاسة بالزمن ولا حاسة بالمكان، وعندها ثقة عالية في نفسها. وده مش كلامي، ده كلام واحدة أعرفها سألتها عن إحساسها ساعتها بعد ما فكت ومشيت مع الإيقاع. وأكيد مش هيبقى فيه موسيقى، بس ده كمان بيكون فيه أغاني وقت اللف، زي يا بنت ماما يم الغلام يم الغلام والعفو منك، يم الغلام واشفي عيانك، يم الغلام والطبل طبلك، يم الغلام والدبح دبحك، يم الغلام والكل عندك، يم الغلام والليلة ليلتك. وبس كده لحد ما يغمى على الست روح.
أمي شيخة الزار كانت بتتكلم مع حد احنا مش شايفينه، وهوضح النقطة دي كمان شوية. وساعتها طلبت فرختين وديك، وإن الديك ما يكونش فيه ريش أبيض، وربطت رجل الفرختين وذبحتهم، وبدم كل فرخة حطيته على الكتف، ودم الديك كان على الراس. كل ده والست بدأت تفوق واحدة واحدة، وتجمع دم الطيور وتحط في طبق، وحطت الست روح رجلها فيه. كل ده بيحصل وأمي بتقول تك تك مين تك تك مين، تين على موز لا موز على تين، تين على موز أو موز على تين، كله مغطى القمر الدين، توتة توتة يا تحت التوتة دي الحدوتة والسماعين. والباقي بيقول دستور يا سيادي، مدد يا أهل الله يا سيادي، لحد ما الست روح تفوق تماما. مش متذكرة بعدها حصل ايه، لأنها دخلت الأوضة لوحدها وهي في حالة سكينة. وبعد اليوم ده سألت أمي اشمعنى الحركات دي، قالت لي إن ده علاج بالحركة، والحركات اللي بتعملها ست روح بعد كده سببها أعماق اللاوعي عندها، وبرغم كده بتكون حركات متناسقة وليها تأثير إيجابي مع مرضى الاكتئاب. وعدت سنين على الحال ده لحد ما أمي بدأ جسمها يضعف، ومن هنا بدأ اختيار شيخة زار غيرها، واللي بالمناسبة طلع ليه طقوس تانية خالص. في الأيام دي أمي كانت شبه بتخرجني من البيت وبتوديني أروح أعمل أي مشوار أو أبات عند جدتي. واكتشفت بعدين إن مفروض تبقى شيخة الزار الجديدة هي أنا، وده لأنه يعتبر ورث عائلي. بس أمي شافت إني أنفع في التعليم أكتر، وكانت دايما بتقولي أنتي قلبك خفيف، وبصراحة كده هي عندها حق. وفي يوم اختيار شيخة الزار الجديدة واللي كانت بنت من الفرقة، اتفرجت وقتها من غير ما حد ياخد باله مني، وكان ساعتها عبارة عن كلام وطبل ودق بس بشكل غريب، لحد ما البنت المختارة دخلت أوضة ضلمة. رحت بعدها عند بيت جدتي، واللي بالمناسبة جدتي مع السن بقت شبه عمية، ساعات بتشوف كويس ولا كأن في حاجة، وساعات ما بتشوفش، وفي أغلب الوقت نايمة، وكده كده لو محتاجة حاجة في واحدة بتيجي تشوفها. اليوم ده كان شاغل تفكيري الحاجات اللي حصلت، وكنت عايزة أعرف هيحصل معاها إيه بعد كده، بس الوقت كان اتأخر فما كانش عندي حل تاني غير إني ألحق أروح. بس اليوم ده أعتقد إني مهما أحاول أنساه مش هنساه. بعد ما روحت بيت جدتي ودخلت الأوضة اللي فيها المراية وخلاص بسرح شعري قدام المراية قبل ما أنام، لقيتني ثابتة في مكاني وفي حد شبهي موجود في المراية عمال يسرح شعره، كل ده وانا واقفة بتفرج وبس. والحد ده فضلت ملامحه تتحول تدريجيا لحد ما بقى بشع قوي. كنت بتمنى اي حاجة تحصل لي تنقذني من اللي انا فيه، بس حصل عكس كده. النور قطع وما كانش في دماغي غير جملة واحدة بتتكرر كنت حافظاها من الزار: غفير وخليته داية لو مسكوه عصاية ولبسوه عباية وحطوه على مراية. وكنت لسه مش عارفة اتحرك من مكاني، بس كنت شايفة نور في المراية كأنه كشاف عمال يتسلط كل شوية على حد جديد، وكل منظر مرعب أكتر من اللي قبله. مش هقدر أوصف المنظر اللي أنا شفته علشان القلوب الضعيفة، وساعتها غمضت عيني على أمل إن ده يخلص، بس خلاص كنت حاسة إني بقاوم حاجة أنا معرفهاش، فما كانش فيه حل غير إني أسيب نفسي. بس ربنا سترها والنور جه تاني، وكل ده خلص كأنه كابوس. معرفتش انام ساعتها، واول ما الشمس طلعت قمت رحت لبيت امي، لقيت البنت اللي كان بيتعامل عليها الطقس متضايقه قوي مني لدرجه انها مش عايزه تبص في عينيا. اتكلمت مع امي على اللي حصل معايا، وبعد ما سمعت حاولت تداري رعبها بس كان باين عليها. وعرفت ساعتها ان علشان الشيخه الجديده تتقبل لازم الجن يرضى عنها ويظهر لها. افتكرت البنت المختاره ساعتها وعرفت هي كانت متضايقه مني ليه. امي قعدت تقرا عليا ومشيتني على نظام كده مش فاكراه لحد ما بقيت كويسه وبعرف انام. وبعد كام يوم لقيتهم تاني بيعملوا طقوس اختيار شيخة الزار، بس اكيد انا اتعلمت وحرمت. في اليوم ده روحت عند جدتي وقعدت معاها في نفس الاوضه، وعليت صوت الراديو وكان على اذاعه القران، والحمد لله اليوم ده عدى على خير. وتاني يوم لما روحت لقيتهم مبسوطين كلهم لان خلاص بقى في شيخة للزار جديدة. اللي فكرني بكل ده لوحة شفتها على موقع من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي للفنان طه القرني، وكان بيعبر فيها عن الزار. واخيرا وليس اخرا تعليق على الزار، وهو عبارة عن سؤال: ايه السبب اللي يخليك تروح تعمل زار؟ والسؤال الاهم: انت رايح لمين؟ هل حد موثوق ولا حد من بتوع الاسياد؟ يعني فرقة مزاهر مشهورة بالزار، بس الحفلة عندها مختلفة عن القصة شوية اللي ذكرتها مها. واعتقد ان الفرقة معتقدة انها بتقدم فولكلور شعبي مصري، وبسبب ده فرقة مزاهر عدت على دول كتير، بدأت بفرنسا وعدت على ايطاليا وبلجيكا وسويسرا. وعلى حد وصف الست مديحة او ام سامح قائدة الزار ان الناس رغم كونهم اجانب الا انهم كانوا بيطلبوا منها ترجع تاني للمسرح بعد ما العرض بيخلص،
وبالنسبة لمصر وقت حفلة الزار كان بيحضر لها ناس من الدول العربية زي الكويت والإمارات، والهدف من حلقة الزار عند الفرقة هو بسط الناس عن طريق إيقاع من الموسيقى يتهزوا عليه زي ما هم عايزين، المهم إنهم يندمجوا. وإن سبب اختلاف القصص عن الزار شيء متوقع، لأنه من القرن 19 الزار ما كانش مصري، ده كان من ضمن معتقدات الحبشة لطرد الأرواح، وانتقل من الحبشة للسودان لحد ما وصل مصر، ومن مصر لبقية الدول العربية. فسهل ان اي حد يعمل زار ويقول لك كلام واكيد هيقنعك بيه، لانك ساعتها هتصدق اي حاجة بسبب الاجهاد النفسي والبدني اللي هتبقى فيه. ده غير انهم معتمدين على ان ممارسة الزار بتقوم على مبدئين: الاول العلاج على ايد الشيخ، التاني ممارسة الطقس وبالاخص الحركة. اما في ناس بتعمل حلقات زار لهدف واحد، وهو تفريغ الشحنة السلبية اللي عندك، زي الملاهي بس بشكل مختلف وجديد عليك. ملخص الكلام ان الخاتمة بتعتمد عليك. ايه، مفيش سقف على الكلام الحلو ده؟ ما تنساش بس اللايك والسبسكرايب والشير علشان تكون سبب لهداية حد تاني. اسيبك بقى تستمتع بحفلة فرقة مزاهر.